عارف الفلاح اللي ابهرته اضواء المدينه؟ ده مش الفلاح، ده انا كنت قاعده دلوقتي بخطط لشهر مارس، مش بخطط بس بقول انا المفروض هعمل ايه وكده، كنوع من انواع ان انا ابقى حاسه ان انا على درايه بالحياه اللي انا عايشاها وكده يعني. فليه الاقي ده منظر التخطيط بتاعي؟ ليه؟ فالجلاله خدتني ان انا ادخل بقى سيرش على اليوتيوب عشان اشوف الناس اللي بتعمل بولت جورنال واتعلم منهم بقى واعمل حاجه كده شكلها جميل ومقطقط زي الحاجات اللي البنات بتعملها. فعارف الفلاح اللي ابهرته اضواء المدينه؟ ده مش الفلاح، ده انا بجد. انا طول الفيديو قاعده متنحه، ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه ده؟ المجتمع ده يخططوا كل حركه بتتعمل بيكون ليها تخطيط مسبق، فتحس ان انت مش عامل الحركه دي بشكل عشوائي. يعني لو الحد ده مثلا فتح فيديو يتفرج عليه فهو مش عامله كده بشكل عشوائي زينا، لا هو مخطط ان هو يعمله. فالموضوع مريب. الناس دي بتخطط لليوم بتاعها والاسبوع والشهر والسنه، ما خلتش حاجه بجد. فانا بالنسبه لي كرؤيه اقصى حاجه في التخطيط يوم ما اقول ان انا جامده بيبقى من بالليل اكتب ايه اللي ورايا الصبح، واصحى الصبح يا اخلصه يا سيبها تمشي ببركه ربنا. وطبعا كلنا عارفين انها في الاخر بتمشي ببركه ربنا، يعني مش بنعمل اي حاجه من اللي احنا مخطط لها. فانا كنت منبهره، يعني هل الموضوع يستاهل؟ يعني هل فعلا انتوا بتستفيدوا والموضوع بيجيب فعلا نتيجه عشان كده بتاخدوا من وقتكم يمكن ساعات علشان تخططوا للشهر بتاعكم او الاسبوع او السنه اللي هي التخطيط عموما على المدى البعيد ده؟ فانا قررت ان انا هعمل بولت جورنال لاول مره في حياتي. هشارككم التجربه دي، هشارككم التجربه وانا بعملها، وهشارككم التجربه بعد ما عملتها واقول لكم هل انا استفدت فعلا بالموضوع ده ولا اي كلام وطلع مجرد حاجه شكلها حلو بس وخلاص. انتظروني. بما اني اول مره اعمل بولت جورنال فهنحاول ان احنا نعمله بسيط، ابسط حاجه في الكون، مفيش اي مجهود خالص، مفيش اي حاجه متعبه. A few minutes later. انا معرفش ان الحوار هيبقى متعب كده. لا انا تعبت. تعيش الندم على اللحظة الفائتة، لكنك ستعيش الندم مجددا على اللحظة الحاضرة إذا ضيعتها هي الأخرى. ده انا صبوره. هو انا خدت حاجه وانا بدور في فيديوهات الجورنال ان ما شاء الله كلهم عندهم اقلام كتير، فهو على الاقلام فخير ربنا كتير اكيد كلهم فاضيين. وعندما تبدأ من جديد ستهجم عليك مشاعر سلبية من يأس وإحباط، مثل الذي يحاول أن يقف فيقع. هذه مشاعر طبيعية، الأمر غير الطبيعي أن تستسلم لها. الفارق بينك وبين الآخرين الذين نجحوا هو أنهم لم يستسلموا وأنت استسلمت. أنت وهم انتابتكم نفس المشاعر السلبية لكنهم لم يستسلموا. ثق بنفسك وقدراتك وسر بخطوات ثابتة ولا تلتفت إلى الخلف. هناك مهمة ودور عليك أن تؤديه في الحياة. لم يخلقنا الله عبثا، حاشاه. لك قيمة ولديك قدرات عليك أن تكتشفها. عيش الحاضر وكأنك ولدت من جديد. تسأل هل تستطيع أن تبدأ في هذا العمر؟ طبعا تستطيع أن تبدأ في أي عمر. خلصنا بعد ساعه ونص تقريبا، كنت خلصت البولت جورنال. عملت اول حاجه فيه كتبت اسم الشهر، حبيت ان انا اكتبه بالعربي بغض النظر عن خط يعني هنتجاهله، ولقيتهم بيكتبوا دايما جمله الشهر، الجمله اللي هم حابين يكونوا فاكرينها طول الشهر. فانا حبيت ان الجمله اللي اكون فاكراها طول الشهر جمله تخليني دايما طول الوقت حاسه ان مفيش مشكله ان انا اكون حد عادي، مفيش مشكله ان انا اعمل حاجات عاديه، مفيش مشكله في كوني انسان عادي ما فيهوش اي ميزه. فحبيت ان هي دي تكون جمله الشهر. والتاني صفحه عملت فيها مخطط الشهري، مش عارفه المفروض اسمه ايه يعني، وعلمت بس هايلايتر على الايام المهمه بالنسبه لي. الايام المهمه بالنسبه لي هي الايام اللي بنزل فيها فيديوهات، علشان انا بنسى المواعيد اللي المفروض انزل فيها الفيديوهات. ولقيتهم بيكتبوا نوتس كده تحت صغيره تفكرهم بالطريق اللي هم ماشيين عليه. فاخترت ان انا اكتب ملحوظه كده صغيره، لان انا دايما طول الوقت حاسه ان انا المفروض اعمل حاجه جامده قوي، فبالتالي ما بعملش اي حاجه خالص. فكتبت حاجه بسيطه تفكرني ان انا مش لازم طول الوقت اعمل حاجه جامده، هو لازم بس ان انا اعمل حاجه من الاساس. فالجمدان جه خير وبركه ما جاش، فهو مش موضوعنا اصلا. الجزء اللي بعد كده عملت فيه مخطط الاسبوع، كتبت ايام الاسبوع كله، والمفروض جنب كل يوم اكتب انا المفروض هعمل ايه لما اصحى عشان اليوم يكون بشكل ما منظم اكتر. جينا لافضل جزء تقريبا في الجورنال، وده انا كنت متحمسه ان انا اعمله كله بسبب الجزء ده، هو تتبع المزاج. لان انا ما كنتش عارفه يعني مثلا الشهر اللي فات انا كان ايه الحاله المزاجيه المسيطره عليا. انا مش عارفه هل انا كنت مثلا قرفانه، فرهده، كنت تعبانه، كنت حاسه بغضب، كنت مبسوطه، كنت راضيه، انا مش فاكره. فانا حبيت جدا الحاجه دي لان انا حابه ان انا اعرف الوقت اللي انا فيه حاليا ايه المزاج السائد عليا.
عليا. بما ان اكتر الحاجات اللي بتبوظ لي مزاجي هو ان انا حاسه ان انا ما انجزتش بشكل كويس، فبرضه كتبت ملحوظه صغنونه خالص تفكرني ان انا مش لازم اعمل انجازات كبيره، وان حتى الانجازات الصغيره مش لازم طول الوقت اكون قادره ان انا اعملها. في اوقات بتيجي علينا حتى الانجازات الصغيره ما بنبقاش قادرين ان احنا نعملها، يعني ان انت تصحى تروح الكليه تروح الشغل ما تبقاش قادر انك تعمل الحاجات البسيطه قوي، فما فيش مشكله ترى عادي. وبعد كده كتبت جزء الامتنان. انا مش عارفه هل انا من الناس اللي بتمتن كتير ولا لا، فاكيد هتقابلني حاجه في يومي تخليني اكون ممتنه للحاجه دي. وبعدين بعد كده خليت جزء اهم الاحداث اللي حصلت في الشهر، لان زي ما قلنا ان احنا بننسى، فانا مش حابه ان انا انسى اهم الاحداث اللي حصلت على مدار حياتي، فاحب ان انا اكون فاكره الشهر ده ايه اهم الاحداث اللي حصلت لي. والجزء المفضل طبعا في البولت جورنال هو الكتب اللي هقراها في الشهر ده. انا بقالي فتره عاده القراءه بتاعتي قليله قوي، تكاد تكون بتذهب للانعدام كده، فحابه ان انا اتتبع الحوار ده، ولكن سبت صفحه فاضيه علشان ما كانش في دماغي قوي الكتب اللي انا المفروض عايزه اقراها. فلما اقعد مع نفسي واحده هحط الكتب اللي انا عايزه اقراها، وهحاول ما احطش عدد كبير قوي علشان ما عجزنيش، الحوار مش ناقص. بعدين الجزء اللي كان بعد كده كان المفروض يكون جزء الاهداف، ولكن انا حد بحس انه ما عندوش اهداف. يعني انا ما عنديش هدف النهارده، ما عنديش هدف بكره، ما عنديش هدف الاسبوع ده، عندي هدف على المدارات الطويله، على مدار سنه سنتين ثلاثه، فبحس ان مفيش اهداف. فحبيت ان انا ما احطش هدف، حبيت ان انا احط مهام، فسميتها مهام مهمه جدا. اعتقد ان ده هيخفف من حده الموضوع بالنسبه لي، لان كلمه هدف دي كلمه كبيره قوي، ومش بالضروره ان يكون في هدف وقتي هيتحقق النهارده او بكره او الشهر ده. حاسه انا ما عنديش هدف المفروض ان انا عايزه احققه الشهر ده، يعني الا لو اعتبرنا مثلا ان انا اقرا 5 كتب ده هدف، فده بالنسبه لي مش هدف، هو مهمه. الهدف حاجه اسمى واعلى من كده بالنسبه لي كرؤيه يعني. واخر جزء حطيته في البولت جورنال بتاعي هو الحاجات اللي انا عملتها بشكل كويس في الشهر، وحطيت ملحوظه صغنونه خالص، لان انا حد دايما بيبقى حاسس ان ما عملش حاجه بشكل كويس، حتى لو كانت الحاجه خرجت بافضل صوره او اديت افضل اداء فيها، ببقى حاسه انه لا انا كان ممكن اعمل حاجه احلى، كان ممكن اعمل حاجه اجمد، كان ممكن ادي اداء احسن. فحبيت ان انا افكر نفسي طول الوقت ان معنى كلمه معموله بشكل كويس ان انت جبت اخرك فيها، بس ما دام جبت اخرك فيها اذا هي هتكون اكيد معموله بشكل كويس. ودي كلها كانت محاولاتي في اني ابدا انظم الشهر او ابدا اتبع عاده التخطيط. انا مش عارفه هل هي هتكون عاده ليا مع الوقت ولا لا، ولكن هجيلكم بعد شهر واقول لكم هل هي بقت عاده ولا اتركنت جنب اخواتها. وكده احنا خلصنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي كلها بقى، واتمنى لك حياه لطيفه دافئه هنيئه مطمئنه بها اقل قدر ممكن من الاذى النفسي او الجسدي. وشكرا.